السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأفضل حال. معاكم لمياء إبراهيم، ودي قناتي أحلى الأكلات في مطبخ هارون. النهاردة بإذن الله هنعمل العيش الفلاحي. لزوم بقى شم النسيم والفسيخ والسردين اللي احنا مخللينه في البيت. طبعا مش بنشتري حاجة من بره خالص. حاجة اللي احنا ما بنقدرش نعملها، وبنحاول نعمل كل حاجة في البيت زي ما حضراتكم عارفين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا فيديو النهارده ان شاء الله هيعجبكم جدا، وهقول لك على خطوات سهله جدا جدا، وازاي تخبزيه لوحدك، وازاي يطلع معاكي ناجح من اول مره. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا حوالي 2 كيلو من الدقيق بتاعنا. هي دقيق الخلط طبعا دقيق مش بنشتريه من بره. لو عندك دقيق غله من الدرجه الثالثه او الثالثه على الرابعه ينفع باذن الله تعالى. او الخلط لو في ناس حابه انه يكون مش ابيض قوي او فاتح قوي في المخبوزات بتاعتها. طبعا معايا ميه دافيه للعجنه، هحط شويه بشويه حوالي كوبايتين. ومعايا ربع معلقه من السكر وربع معلقه من الملح. تمام لحد كده سهل وبسيط. بعد دلوقتي هبدأ احط الميه بتاعتي، ميه فتره، مش سخنه لان لو سخنه هتنشف معاكي العيش اللي انت بتخبزيه. فالميه بتكون فتره او دافيه كده زي دمع العين. تمام هبدا اخلط العجينه بتاعتنا كويس جدا. ومعايا المكون اللي هيخلي العيش بتاعنا طري زي الخس كده، جميل جدا جدا، يقطم ومش مجلدن خالص. معلقتين من الزيت هتحطهم، معلقتين من الزيت على 2 كيلو من الدقيق حسب الكميه اللي انت عاملاها. طبعا ممكن تقللي الكميه وممكن تضاعفيها. طبعا هديله بوكسات كده لحد ما العجينه بتاعتنا تظبط معانا وتلم نفسها كويس جدا. طبعا بيتعجن كويس جدا، مش زي البسكوتات، لا العيش المخبوزات المعجنات عامة بتتعجن كويس جدا جدا. تمام هبدأ دلوقتي ألم العجينة بتاعتي كويس. وهنا معلومة مهمة جدا، إن لو العجينة فيها يعني مش عجنها كويس، هتبقى مقطعة معاكي ومفتفتة كده وانت بتخبزيها. العجينة بتاعتنا حطيناها في مكان دافي واختمرت معانا، شايفين ما شاء الله جميلة جدا جدا. وطبعا يرجع ده كله ان احنا نسيت اقول لكم ان احنا معانا طبعا الخميرة، العامل الرئيسي. انا بحط الخميرة العادي او البيرة. فما بحب ان ادو الخميره اربيها او احب اخمرها قبل المخبوزات بتاعتي بنص كوبايه ميه وربع معلقه سكر، وادوبها في شويه ميه بمعلقتين دقيق، واركنها على جنب زي ما حضراتكم شايفين، وحطيتها على العجين ولخبطت كله مع بعض. دلوقتي اكور العجينه بتاعتي، يعني اقل من البيضه الصغيره البلدي كده شويه، عشان لما اخبز العجينه بتاعتي في المكنه ما تطولش كتير جدا وتتلعبط مني في الفرن. تمام طبعا هقطع العجينه كلها كور زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله، سهل جدا جدا. ولو انت بتخبزي لوحدك هقولك تعملي ايه عشان يعني يبقى رافع معاكي او مرتاح معاكي، بحيث ان انت ما تحتاجيش لحد يخبز معاكي. لا هيبقى سهل جدا جدا وبسيط. ما تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا عليه افضل الصلاة والسلام. هبدأ العجينة بتاعتي بعد ما كورتها كده، هولع الفرن يسخن واقفله. تمام لحد كده. وابدأ الكور بتاعتي دي اخبزها كده زي ما حضراتكم شايفين. او اشكلها كل كورتين 3 فوق بعض، بس ما تكترش عن كده. وطبعا بينهم كل رشة دقيق بسيطة عشان ما يلزقش. هحط الكمية بتاعتي كلها، او انا عن نفسي الكمية اللي انا عاملاها كلها بعملها بنفس الطريقة كده، واغطيها كلها بحيث انها تبقى كلها جاهزة، لان انا بخبز لوحدي. تمام فانا باخد كل 3 مع بعض كده، كل 3 مع بعض بخلص كمية العجين كلها بنفس الطريقة، واغطيها بالكياس او حاجة بلاستيك عشان التنو الوش بتاعها ما ينشفش مني. تمام يفضل طري. فهخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة واغطيها، وابدأ اشغل المكنة بتاعتي ويكون الفرن بتاعي سخن. وابدأ اشغل المكنة عن نفسي انا بحطها على درجة 6. لو انت حابة بقى تقلليها شوية 5، زي ما حضرتك عاوزة او حسب حجم الكرة اللي انت عاملاها.
بسم الله اللهم بارك. حاجة تحفة كده، تحفة جميل جدا. مش هتحتاج اي حد يساعدك، لا بالعكس، انت هتحطي ال الكور اللي احنا عاملينها دي وبالعجلة بتاعتك كده، يا دوبك رايح جاي كده على العجلة، وتحطيها بالعرض كده زي ما حضراتكم شايفين في قلب المكنة، وتنزل بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تاخديها انت على الحاجة اللي انت بتحطي فيها في الفرن، وتزق في الفرن، والفرن بيكون سخن جدا، العيش ده بيحب نار عالية. ومظبوطة من تحت زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا جميل جدا. ملحوظة مهمة، لما تخلصي تفردي العيش بتاعك ده كويس جدا على حاجة، طبق أو طبلية، يبرد